ما ينفعش تكوني بنوته عندك 15 سنه وانت مش عارفه الحاجات دي او ما تعملهاش. لازم تكوني فاهمه وواعيه بالتغيرات اللي جسمك هيمر بيها قبل مرحله البلوغ. اولا الهرمونات هيحصل فيها لخبطه في الجسم، وده هينتج عنه كذا حاجه. يعني ممكن تلاقي بدا يظهر لك حبوب في بشرتك، هيبدا يظهر لك شعر كثيف في جسمك. انتوا دايما بتسالوني ازاي نشيل الشعر ده واحنا في سن صغير. مقص صغير خالص بتستخدميه تقصقصي بيه الشعر، ان مع تغيير الهرمونات هتلاقي ريحه عرقك بقت مختلفه وظاهره. في الحاله دي لازم تبداي تستخدمي مزيل عرق، والاهم من مزيل عرق انك تاخدي شاور باستمرار. يعني ما يعديش عليكي يومين غير وانت واخده شاور. اول ما البيريود هتبدا تجيلك هيجي معاها وجع في ظهرك وفي بطنك، ده حاجه طبيعيه، وفي حاجات كتيره جدا ممكن تعمليها تخفي بيها وجع البيريود. بادز وقت البيريود بتتغير من 3 ل 4 ساعات، ما ينفعش اكتر من كده. ما تستنيش ان هي تتملى. اختاري نوع نظيف جدا. اوعي تستخسري في نفسك في النقطه دي بالذات، لان الانواع السيئه بتعمل التهابات واحتكاك واسمرار في المناطق دي، وانت اصلا مش هتكوني مرتاحه. مفيش حاجه اسمها ان وقت البيريود ما ينفعش تاخدي شاور، دي خرافه بشعه. تاخدي شاور في اي وقت عادي جدا. ان هدومك الداخليه بتتغير كل يوم. لما بتخشي التواليت بتنشفي المناديل من قدام لورا مش العكس. لازم تغسلي سنانك الصبح وبالليل. ما ينفعش تنزلي من البيت ريحه بقك مش كويسه. شرابك مهم جدا يكون نظيف مش مقطوع. السن ده عشان تكوني واثقه في نفسك اكتر. بطلي تقارني نفسك بغيرك، حبي نفسك زي ما هي، واعرفي ان ربنا خالق فيكي حاجه مميزه ليكي انت.